اللهم صبحنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، ويسر لنا دروبنا، ونور بنورك يومنا. السلام عليكم يا مرضى، وحشتوني جدا، وبسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. النهاردة هنبدأ فيديو كده كله تشجيع. بصراحة عايزاكم كده تتشجعوا، كل اللي وراه حاجة يشغل الفيديو كده ويقوم على طول يشتغل ورانا الفيديو تشجيعي جدا جدا. اول حاجه صحيت من النوم، فتحت الشبابيك، دخلت اتوضيت، قلت بقى اطلع اعمل الروتين بتاعي. حطيت الكريم المرطب ده، شان كريم مش شان جل، ده المناسب معايا للبشره، فاستخدمته. وكمان المرطب الشفايف تحفه، بيدي لون طبيعي وجميل جدا. ف وكان سعره حلو، يعني سعره بسيط. هو ده المرطب الكوري، بصراحه جميل جدا ولونه حلو قوي في الشفايف، وترطيبه كمان عالي. وكمان ده كان برضو برفان كنت جايباه من صيدلية، ده من شركة نسائم، تركيبة اللي هي برفان 212. بصراحة تركيبتها بتاعتها نفس البرفان بالظبط، وبيمسك في الهدوم حوالي يومين 3. بصراحة كان نوعه جميل قوي. وكده عملت بقى فطار جميل ولذيذ كده سريع. قلت كده اعمل فطار في التوستر سريع كده، وكمان معاه كوباية شاي بلبن. بصراحة فطار كان حلو وسريع ومفيد، يعني سندوتشات جبنة مع رومي ولانشون مع كوباية شاي بلبن. عايزاكم تتابعوني على تيك توك. عايزاكم تتابعوني على تيك توك، عشان انا بنزل حاجات على تيك توك اكتر من اليوتيوب، فعايزاكم تتابعوني ان شاء الله هيعجبكم. الفيديوهات هناك اكتر، ان انا بشارك يعتبر بشكل يومي على التيك توك اكتر من اليوتيوب. ان انتوا عارفين اليوتيوب بياخد وقت في التصوير اكتر والكلام ده اكتر، فهو بيبقى احسن بالنسبه لي. هنا بقى خدت الفطار بتاعي كده وقعدت في الاوضه، فتحت الشباك ودخلت الشمس كده، قلت افطر على روقان. بص، هو يعني قدامكم على روقان، بس كان جنبي جوجو القطه اهو، انتوا شايفين ديلها اهوت، كانت عماله تاخد مني السندوتش. والجنب التاني مكه كانت بتلبس بقى عشان نروح الدرس زي ما انا قلت لكم. فكان ورايا يوم متعب بصراحه. هنا بقى اوريكم انا جبت ايه. تعالوا بقى، عايزه اقول لكم ان انا دخت على ديت اللزق بتاع الرخامه. عبال ربنا ما يرزقني كده ان شاء الله قريب جدا هجدد الرخامه، وعايزه اجدد حاجات كتير في المطبخ. بس انا جبت ديت مؤقتا، بحب ان انا اعمل الرخامه بتاعتي سمر. زي ما انتم شايفين الرخامه بتاعتي اصلا قطعه صغيره، بس كنت دايخه على النوع ده. النوع دوت بيكون موجود في المحلات اللي هي بتاعت الاكسسوارات، التكاتك او العربيات والحاجات ديت. ده فوميه بتاع العربيه اللي هو بيتحط على ازاز العربيه او التكاتك. فانا قعدت فتره دايخه عليه. وكمان في ناس استغلاليا جدا في الحوار دوت. معلش انا بغلي لبن، قلت ايه اقلب اللبن. استغلالية جدا في الأسعار بصراحة. يعني أنا كنت شايفة محل بيقول المتر ب90، وبعد كده قال لي المتر ب120. ونفس تاني يوم على طول جوزي راح يجيب لي، قال لي لا ده المتر بتاع الرخامة أغلى، ده ب120 ومش عارفة ايه وكده. راح قايل له لا طب خلاص شكرا مش عايز حاجة. فجبت اللزق اللي أنا فرشته معاكم في رمضان، اللي هو بتاع الرخام العادي الموجود عند الادوات المنزليه. بصراحه ما خدش اسبوع واتمسح، وكمان غلبني في طلوعه جدا ووحش جدا بصراحه. فجبت بقى انا دوت بصراحه جميل جدا ومريح جدا حتى في شيلانه لما بشيله مع الرخامه. جبت منه المتر ب60 جنيه، المتر ب60 جنيه، فجبت 2 متر 120 جنيه. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ان انا هجدد بقى الرخامه، وهنبدا نشيل مع بعض نعمل تجديد بسيط للرخامه. يلا بينا. هنا بدأت بقى اشيل كل حاجة على الرخامة عشان خاطر نبدأ طبعا نمسحها. طبعا هي الرخامة عندي، انا كنت لسه عاملة الديكور ده يعتبر امبارح بالليل اصلا، فالرخامة عندي كانت نظيفة، فانا قلت كده ارتبها ترتيب سريع عشان يعني امسحها، قصدي سريع عشان خاطر الزق عليها. هنا حضرت كمان جنبي الرخامة بقى، خدتها بطول دي كانت قماشة 2 متر، اللزق قصدي 2 متر، فحطيتهم كده على الرخامة. قلت الزقها بقى المرة دي كده، كنت الاول اقطعها قطع صغيرة، بس بصراحة ريحتني المرة دي لما انا عملت كده قطع على بعضها. هي جت في الاخر وبدأت ترخم عليا من بعد الحوض كده، بس رحت قصة برضو بالمقص
وكملت على طول. وبصراحة كانت طريقتها سهلة وجميلة ما تعبتنيش، يعني هو حلاوة اللزق ده برضو ان هو ما بيتعبش. فقررت ان انا الزقه بقى يعني واحده واحده وبالراحه، ان انتي اي غلطه وهتدخلي هوا وهتبهدلي الدنيا زي ما بيقولوا كده. فحاولت بقى بالراحه، بس قبل ما اعمل جهزت كده ازازه فيها ميه ارشها على الرخامه وانا بلزق عشان خاطر يطلع الهوا من الرخام. بصوا هنا حسيت انها تبدأ بصوا تهوي معايا ده الحوض، بس انا رحت بقى ماسحه فضيه الحوض وقطعه ومكمله بقى اللزق، وبدأت بقى ان انا اقطع قطع برضو صغيره. عملت السيف بتاع الحوض. وهنا بقى رتبت المطبخ بقى، شفت بقى دي كانت الحاجات اللي كانت عايزه تتنضف، فقلت بصراحه انضفها. كان علبه الملح بتاعت عايزه تتغسل، فقلت اغسلها كده سريع واعمل ديكور جديد. يعني كل شويه الرخامه دي يعتبر احنا اكتر وقت بنقف فيه هو المطبخ، فهو بحب يعني ايه الحاجه تبقى قدام عيني بكذا تغيير يعني. بدأت بقى ان انا اغسلها كده وارتب كمان، وبتاعت المعالق برضو قلت اغسلها. على اساس ان انا كنت هحطها بعد كده، قلت لا طب ليه، ما انا عندي مج تاني استخدمه احسن. فاستخدمت بقى مج تاني، ده كان شويه الزيت اللي عندي، فقلت اعبيهم كده في العلبه لحد ان شاء الله ما نروح نجيب الخزين بتاع البيت يعني. واهو بصوا، وتغسيل على اسنان انا هحطها تاني. جيت قلت لا انا عندي مج كده كان ايده مكسوره، طب ليه ما احطوش، شكله حلو برضو لونه بينك، باننا كلنا يعني بنحب لون البينك، قلت استخدمه. بس انا كل شويه اشكل، يعني كل تلاقيني شكلت كذا مره لحد ما عيني. ايه رايكم بقى، المج ده شكله حلو ولا لا؟ وهنا عملت الديكور كده بتاع الكوفي كورنر، حطيت طقم التوابل مع المعالق الصغيره بتاعت الشاي والسكر والشوك برضه بتاعت الحلويات، حطيتها زي ما انت شايف في المج دوت برضو. و وحطيت الكاتل كمان معاكم. وده كان الشكل النهائي اللي انا عملته للمطبخ، يا رب يكون عجبكم. للرخامه مش للمطبخ، للرخامه، يا رب يكون عجبكم. هنا بقى دخلت بقى للاوضه بعد بقى ما قضينا اليوم قبل ما انام. قلت اروق الاوضه كده وانظمها عشان خاطر اصحى تاني يوم يبقاش ورايا حاجات كتيره يعني. ان انا بصراحه بقوم لما الاقي الدنيا متبهدله احس نفسي ان انا اتقفلت يعني. فبدات ان انا اروق بقى الكنب وكده. انا عايزه اقول لكم ان انا التصوير محدود شويه، بس انا عشان بقالي فتره كبيره يعتبر ما صورتش روتينات كامله، فلسه بقى ما عرفتش اظبط زاويه التصوير، بحاول بقى اظبطها. فمعلش بقى لو عينكم وجعتكم من الالوان. روقت بقى الانتريه كده، وده كان يوم النهارده. يوم سهل وسريع طبعا، كان وراه غدا ووراه كمان رحنا الدرس زي ما قلنا لكم، ورانا مذاكره وكان عندنا مدرسه الصبح كمان. فربنا يقوينا كأمهات. أمهات كده سريعا، الأمهات بتتعب بصراحة يا جماعة، الأمهات بتتعب الفترة دي بالذات. المدرسة كمان لما رجعنا لها تعبنا أكتر، يعني كنا مرتاحين بصراحة المدرسة. احنا إن شاء الله يعني قالوا لنا ممكن نقعد خلاص تاني من المدرسة، فده متهيألي هيبقى آخر يوم نروح في المدرسة يعني. رشيت بقى المعطر بتاعي، مش عايزه اقول لكم المعطر ده معطر مش يعني هو فريده، بس ده كان الازازه عندي خلصت، فجبت كمان عارفه معطر ريحه النظافه، جبته كده حطيت منه حبه على بقيه الازازه ميه. عايزه اقول لكم ان هو عمل معطر جميل جدا وريحته كانت جميله جدا. هنا بقى قلت اعمل ايه، كوبايه نسكافيه اختم بيها يوم بالمج الجديد. ايه رايكم في المج الجديد؟ عايزه اقول لكم ان التصوير برضو هنا مش متظبط، ان انا كنت مصوره اصلا المقطع ده على التيك توك. فيلا بقى بينا على التيك توك، هحط لكم اللينك بتاع التيك توك في التعليقات وتحت وفي صندوق الوصف. عايزاكم تخشوا بقى تنوروني على التيك توك وتتابعوني هناك. ويا رب اليوم النهارده يكون عجبكم وفدتكم باي حاجه حتى لو بسيطه او شجعتكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك للقناه ومشاركه لكل اصحابكم وحبايبكم عشان قناتي تكبر بيكم. خلاص قربت اكمل 5000. انا عارفه ان هو يعني رقم صغير، بس انا بالنسبه لي هو كبير جدا. انا تعبت قوي في القناه ديت، فعايزاكم تشجعوني على قد ما تقدروا. السلام عليكم ورحمه الله.